جاهزين؟ لو أول مرة تشوفيني، أنا إنجي فتحي، ماجستير إدارة أعمال وبراند أمباستر لشركة كوزماتكس عالمية وسينيور بزنس ديفلوبر. يعني مجالي هو تطوير المشروعات وتخصصي تمكين المرأة. يعني لو انتي أول مرة تشوفيني وعايزة تعملي مشروع أونلاين مربح وتكسبي منه شهريا، تابعيني واتفرجي على كل البرودكتس اللي انا هكلمك عنها، عشان البرودكتس دي انا بستخدمها بنفسي، وعندي فريق كبير جدا متخصص دارس المعلومات كلها. هيكون انا وهم بنتابعك وبنعلمك وبنشرح لك وبنديكي كل الخبرة والمعلومات اللي انتي محتاجاها عشان تبدأي البيزنس معانا وتعملي منه ارباح. فاي برودكت هتشوفيني بتكلم عنه انا مش بسوق له، مش ببيع المنتج، لكن انا بشرحه عشان مجال الكوزماتكس انا لازم اكون فاهمه فيه كويس قوي. حتى لو انا شغلانتي فيه بزنس ديفلوبر، لكن لازم اكون فاهمه في البرودكت بتاع الشركه وبستخدمه عشان اتكلم عنه وانا فاهماه، واكون كمان عندي مصداقيه عاليه فيه. هل عشان تشتغلي معايا لازم تتعلمي المنتجات؟ لازم تعملي فيديو عشان تتكلمي عنها؟ لا، مش شرط. طيب محتاجة تعملي ايه؟ في فيديوز تانية انا عاملاها شرح فيها تفاصيل اللي انتي محتاجة تتعلميها او تبقى عندك عشان تبدأي البيزنس ده. واغلبها كمان بيكون تطبيق عملي، يعني اوريدي بنخش في صميم الشغل على طول لان هو سهل جدا. بس انا لو هقولك نبذة صغيرة جدا اللي انتي محتاجة تعمليه، البرودكتس اللي انا هتكلم عنها اسمعيها وشوفي انت محتاجة منها ايه، وممكن ان انت تستخدمي حاجة منها لنفسك عشان يكون عندك الريفيو الشخصي بتاعك. ودي كده هتكون اول ستيب. يعني انت مش هتشتري مني انا اي حاجة، لكن انت هتكوني عندك خبرة ومعلومات عن المنتجات عشان تقدري تشتغلي في شركة كوزماتكس، وعشان تتكلمي عن منتجاتها وانت متأكدة وواثقة ومجرباها بنفسك. برضو تاني هأكد، انت مش هتبيعي المنتج لحد ومش هتسوقيه ولا هتعملي فيديوز ولا اي حاجة. في حاجات تانية بنقدر ان احنا نكسب عن طريقها، ودي بقى انا هشرحها لك في فيديو تاني خالص، عشان انا عايزة النهاردة اشرح لكم المنتجات اللي نازلة عليها عروض 70% خصم. وطبعا العروض دي للاعضاء، يعني لو انت مسجلة عضوية في الشركة فانت هتاخدي خصم 70% وفوقيه خصم 23%، فتستفيدي بفرق العمولة. وكمان في نظام بقى تاني خالص مش هتلاقي حد بيشرحه زي ما انا بشرحه، عشان اصلا ده مجال دراستي وشغلي. فهعلمك بقى ان انتي تعملي نظام ربح متصاعد. كملي معايا الفيديو عشان نتكلم عن البرودكتس كلها. لو بتشوفي الفيديو ده من تيك توك هتلاقي تحت اسمي فيه لينك تري، هتدوسي عليه هيفتح لك كل السوشيال ميديا بتاعتي. هتلاقي الفيديو اللي بيشرح فيه تفاصيل الشغل، تقدري تعملي لي سبسكرايب، وهتختاري الاتنين المربعات دول هتعلمي عليهم وتحطي الايميل بتاعك وتعملي سبسكرايب عشان اي حاجه انزلها توصلك. هتلاقي الفيديو لشرح التفاصيل والاستمارة للتسجيل، وكمان الواتساب بتاعي وكل البلاتفورمز بتاعتي، انستجرام، فيسبوك، اليوتيوب شانل، وفي الاخر خالص البيج بتاعت الفريق بتاعتي. وكمان ممكن تخشي على الواتساب بتاعي تكلميني على طول دايركت. انا حابه اول برودكتس نتكلم عنها تكون البيرسونال هايجين، يعني النظافه الشخصيه، لان دي هي اساس الباقي. فعندنا تو برودكتس نازلين للبيرسونال هايجين، هما شاور جل، واحد بريحه المانجو وواحد بالبطيخ. وهو ده اصلا منعش جدا، يعني بيدي ترطيب للجسم وبتحسي معاه بانتعاش، يعني بيسيب جسمك ساقع. ده بقى لما استخدمته حسيت كاني باكل ايس كريم مانجا. فبصراحة الاتنين ريحتهم لايقة جدا على موسم الصيف ومنعشين جدا. طيب هقول لكم كمان سعرهم بعد الخصم وقبل الخصم. ده شكل البرودكت على السيستم الشركة، عشان لو انتي عضوة تقدري تعملي اكسس على الاسعار بتاعة الاعضاء. هيبقى عامل 176 بدل 353، فبصراحة سعره كويس. واول طريقه تقدري ان انت تعملي منها ارباح هي ان سعر البرودكتس دي بيتحول لك لبوينتس، زي كده نظام البنوك والهايبر ماركت. بس يعني الشركه هي اقدم منهم بكتير، فاتحه بقالها 58 سنه وعندها نظام البوينتس ده من زمان. والبوينتس بتديكي يعني الفلوس بتديكي بوينتس كتيره جدا، بتقدري ان انت تحوليها لكاش باك، وهقول لكم نظام الكاش باك ده في الاخر. فانت عندك برودكت زي ده هيعمل لك 9 بوينتس، احجامهم بتبقى 250 مللي، يعني هيقضي معاكي الصيف لاسره كامله. وده اللي بالبطيخ
ده 142 بدل 353، وده هيديكي 7 بوينتس. بعد الشاور في خطوات مهمة جدا عشان افضل محافظة ان ريحتي تفضل حلوة حتى في فترة الصيف والحر والجسم بيعرق. فعايزة ان حتى ريحة العرق دي تطلع ريحة حلوة عشان لا تأذيني ولا تأذي اللي حواليا، عشان ما ينفعش ان احنا نمنع العرق، ده حاجة صحية جدا، بس عشان يطلع بريحة حلوة. طيب ايه الخطوات اللي بنعملها بعد الاستحمام؟ بنستخدم يا اما لوشن ده يرطب الجسم وبيبقى تركيبته خفيفة، يا اما بنستخدم واحنا اثناء الشاور بنستخدم شاور كريم، بدل ما يكون شاور جل يعني مجرد رغوة وتنظيف بس، لا ده كمان بيبقى تنظيف لكن كريمي، القوام بتاعه كريمي كده تقيل عشان يرطب لك كمان جلدك. وبعد الشاور زي ما قلنا بنستخدم لوشن او كريم اللي هو البادي كريم، عشان ده بيبقى زي المخمرية كده، بيسيب جسمك كله ريحته حلوة كأنك بالظبط استحميتي بإزازة برفيوم. So we have 3 products، عندنا 3 منتجات مناسبين للمرحلة دي ان انت ممكن تستخدمي لوشن، وده كمان فيه خاصية اضافية ان هو بيرطب الجسم وبيفتح كمان كل جسمك، سواء في اماكن دارك سبوتس مثلا، اماكن غامقة زي البيكيني او الاندر ارم، اي مكان او ركبتك او اي حاجة، اي مكان عايزة ان انت تفتحيه، فهتستخدمي الاسينشالز جلو عشان ده مخصص للتفتيح. عندك كمان الشاور كريم بالكوكونات ونازل منه البادي كريم، فده للاستحمام وده لبعد الاستحمام. بصي تقدري ان انتي تستخدميه، يعني ده عندي بقاله سنة وببدل طبعا ما بينه وما بين كذا سنت تانية، كذا فليفر يعني، وده مقفول، ده جديد، وعندي كمان واحد اهو مفتوح. بصوا يعني انا بستخدمه بكمية وريحته اصلا طالعة من غير حاجة، ريحته كوكونات ويعني جوز هند وشوكليت، فبتحسي ان انتي كده ماشيه ريحتك كلها شوكليت، فبصراحه لذيذ جدا وجيرلي كده بناتي، وهتحبي ريحته جدا. وده شكله اهو مكتوب عليه with organic cacao butter and coconut oil، يعني في زبده من الكاكاو وكمان جوز الهند، وهو ريحته فيها زي قهوه كده او بن بسيط يعني، بس هو ريحته بصراحة فواحة وحلوة جدا. وكمان الحاجات دي اورجانيك يعني مش فيها اي كيماويات، و فيجن يعني ما فيهاش اي مواد حيوانية نهائي، وكمان بتختبر على بشر مش على حيوانات زي شركات كوزماتكس كتير. الاحجام ده 250، ده 250، ده 200، دي الاحجام. ده شكل الشاور كريم على السيستم، وانا بوريكم الاسعار من السيستم عشان ما حدش يضحك عليكي ويديكي المنتج باي سعر مختلف. انت لو عايزه تشتري المنتج ما عندكيش اي مصدر تشتري منه غير عن طريق عضويه في الشركه، عشان تضمني ان هو اصلي ويد اولى ومفيش اي حد لمسه قبلك، وبيجيلك في كرتونه متغلفه ومتبرشمه وبفاتوره فيها الكود بتاع العضويه بتاعتك ببطاقتك بياناتك كلها وبارقام طبعا بتاعت الشركه والسجل التجاري، وكل حاجه بتكون مرخصه، وكده كده البرودكتس اصلا عليها رقم الوزاره لوزاره الصحه، ده اهو مثلا بيكون رقم تسجيل الوزاره، لان المنتجات دي لما بتدخل مصر لازم بتعدي على اختبارات في وزارة الصحة وتاخد الاختام والارقام السيريال دي عشان تبقى معتمدة وحاجة موثوق فيها. ده غير ان هي اصلا شركة اوروبية، فهم عندهم معايير اصلا اكتر بكتير قوي من اي معايير في دول كتير للكوزماتكس بالذات، ان هي تكون زي ما قلت لكم اورجانيك وطبيعية 100%. سعره كامل شاور كريم ده هيبقى 176 بدل 353، وده هيديكي 9 نقط. هقول شوية عربي شوية انجلش عشان كل الناس تبقى فاهماني. لوشن التفتيح نازل منه شاور كريم، هو اللي نازل عليه العرض، وده برضو تقدري تاخدي بيه الشاور بتاعك فيديكي الترطيب وتنعيم والتفتيح اثناء ما انت بتاخدي الشاور. فده عامل 161 بدل 322 وعامل 8 نقط. من اهم مكوناته فيتامين اي وفيتامين بي 3 لان دول مهمين في تفتيح البشرة. مش بس الرول اون بنستخدمه عشان العرق، يعني مثلا انا عندي الرول اونز دول سواء رجالي او حريمي، بس في حاجات تانية مهمة جدا عشان تخلي ريحتك حلوة، زي مثلا ان انت يكون عندك بادي ميست. في بنات دلوقتي ما عندهاش بادي ميست، مش معقول. البادي ميست ده ميزته ان هو ريحته بتكون لايت خفيفة، يعني مش برفيوم، يعني مش هيقعد معاكي اليوم كله، بس هو بيديكي انتعاش وبيترش على الجلد لان هو سيف
والكحول اللي فيه 70%، وكمان نباتي، يعني الكحول مش صناعي، فتقدري كمان تعقمي بيه ايديكي لو انتي بره. وانا ساعات بحب كمان العبوات الكبيره دي اسيبها في البيت وافضي منها عبوات صغيره اخدها معايا في شنطتي عشان الاستخدام في اي مكان. فمهم جدا يكون عندك بادي ميست عشان ده بيدي انتعاش وريحه حلوه ليكي. لو بتشوفيني من التيك توك هتلاقي لينك تري تحت اسمي، هتدوسي عليه هيدخلك على كل البلاتفورمز بتاعتي. تقدري تعملي سبسكرايب من فوق وتحطي ايميلك وتعملي اجري على ال terms and conditions عشان انا كمان اقدر اتواصل معاكي. وتقدري تشوفي اول فيديو ده عليه تفاصيل الشغل والاستمارة اللي بعدها، وتقدري تكلميني على الواتساب على طول. وعندك الانستجرام بتاعي، الفيسبوك، اليوتيوب شانل، واخر حاجة دي صفحة الفريق بتاعتي. وزي ما قلت لك تقدري تخشي تكلميني دايركت على الواتساب، مجرد ما تدوسي هيدخلك على رقمي على طول. على فكرة سر بقى من اسراري، انا بحب ارشه كمان على شعري عشان بيدي ريحة انتعاش حلوة كمان للشعر. وعلى فكرة انتي لو فعلا اهتميتي بريحة شعرك هتفضل طول الوقت ريحتك حلوة، لانه اكتر ريحة بتفحفح من الشعر. فرشيه على شعرك، وامان جدا انتي تستخدميه، وهتلاقي شعرك دايما مفحفح حواليكي كده بريحته حلوة. دايما هتلاقي معايا ريحة التوت والنعناع عشان انا بحب الحاجة اللي بتديني انتعاش وانرجاتك كده، تديني طاقة. وفي كمان منها 2 فريجرنس تانيين، في منها جوز الهند والبطيخ زي بالظبط نفس ريحة الشاور جel ده، عاملين منها بادي ميست. وكمان نازل بالخوخ. العبوة يا جماعة عاملة 200 ملي ب 361 بدل 653، وبتديكي 19 نقطة. لو هحكي لكم عن تجربتي، انا دي تقريبا تالت ازازة اجيبها، عشان انا تقريبا الواحدة ممكن تقعد معايا سنة كاملة، فكميتها فعلا حلوة لان ده ميست سبراي خفيف، فمش هيخلص معاكي بسهولة. هقولك بقى على تريك محدش هيقولك عليها. تعرفي ان بودرة التلج دي مش بس للاطفال، دي كمان لينا. عايزة ان انتي تستخدميها وتحطيها على جسمك كله، خصوصا في الاماكن اللي بتعرق. ولو حد كمان عنده اي ترهل في جسمه، او مكان يعني نازل على مكان، او الجلد يعني بيحك في بعضه، اي مكان جلدنا بيحك في بعضه مثلا ما بين الرجلين، انا مش عايزه الاحتكاك ده يعمل لي التهاب او يحررني في الحر. او مثلا يعني هو كده كده ده استخدامه الاساسي مع الاطفال عشان الدايبرز البامبرز يعني، لكن كمان حتى للكبار. تمام، خصوصا الناس اللي بيجي لها اي تسلخات او التهابات او كده. ومن غير حتى كل ده انت بتستخدميها اولا حماية، ثانيا عشان برضو بتدي ريحة حلوة للجسم، وعشان لو عرقتي في اي وقت هتطلع ريحة حلوة جدا. ودي بقى تيب اند تريك انا بقولك عليها وانا بعملها طول الصيف دايما، ان انا احط بودرة التلج على كل جسمي بعد ما خلاص اخدت الشاور بتاعي، وبعديها اروح حاطه البادي كريم. وده كل ده بعمله مثلا لو انا هنزل، عشان انا حتى لو عرقت من الحر تفضل ريحتي حلوه، وانتي اول حد طبعا بتشمي ريحه نفسك وبتبقي شامه ريحه حلوه. فعشان احنا داخلين على فترات يعني حر فيها جامده جدا، فدي تركايه مهمه قوي. العبوه دي بقى محيراني، لان هي عندي بقالها يمكن 3 سنين، وكل ما بستخدمها تضيع، او احب ان انا وكل ما اجي اشرحها في عرض تضيع مني يعني، وبلاقيها بعد ما بخلص شرح سبحان الله. فدي من الحاجات اللي انا بحبها جدا، اللي بريحه الورد، وعامله 122 بدل 245، وحجمها 100 مللي. بس بقول لكم معايا بقالها 3 سنين وبستخدمها على طول الصيف، مش بستغنى عنها خصوصا في النزول. فيا جماعه خطيره جدا، جربوها وبجد انتوا هتدعوا لي قوي بسبب التريك دي. اخر خطوه في الهايجين هي الرول اون او مزيل العرق، عشان ده حسب انتي بتستخدميه امتى ويقعد معاكي قد ايه. يعني لو انتي بتلعبي رياضه انصحك استخدمي الرجالي انا بعمل كده لما بنزل العب رياضه، باخد الرجالي عشان طبعا ثباته بيكون اقوى. بس لما ببقى قاعده في البيت او نازله النزوله كده سريعه، فبحب احط الفي او الميس جورداني عشان ريحتهم رقيقه جدا وبتديني انتعاش. فده يا جماعه مش للرجال بس، ده لكلنا. تمام، وده نزل عليه عرض ب180 اهو، ده شكله. وكميته 50 ملي، عامل 180 بدل 299، وهيديكي 9 نقط.
زي ما قلت لكم انا هقول لكم فايده تجميع النقط من البرودكتس اللي احنا بنستخدمها لنفسنا ايه في الاخر، لان بتاخدي عليها كاش باك، شركه بتديلك فلوس تاني على الفاتوره بتاعتك، وكمان تقدري تعملي بعد كده عمولات، بس مش من المشتريات زي ما قلت لكم، في طريقه تانية لكن ومش سر يعني، عشان ما حدش يقول انت مش عايز تقولي ليه، هو عشان بس الفيديو هيطول جدا، فانا عامله له فيديو لوحده، ممكن تطلبيه في الكومنتس او تبعتي لي مسج وانا هبعت لك التفاصيل كلها. طيب الهايجين مش متوقف بس على الجسم، ما هو في ريحة ممكن تطلع من حتة تانية البق لازم اعتني جدا بريحة بقي. وكمان يا جماعة مش بس التسوس هو اللي بيضر لأسناننا، ده كمان التهاب اللثة بيعمل نفس وجع وألم ومشاكل البق، يمكن أسوأ كمان، لأن ممكن يخلي كمان درجة حرارتك تعلى وتحسي انت كأنك تعبانة جدا. فمهم جدا ان انا احافظ على لثتي واحافظ على ولساني. يا جماعه اللسان ده لازم يتغسل، ده لازم يتغسل، عشان في ناس بتنسى ومش بتغسله، ده بيتكوم عليه كل البكتيريا اللي متبقيه من الاكل اللي اكلناه. فمهم جدا ان هو يتعقم ويتغسل بالفرشه، بيبقى فيه فرش مخصوصه للسان، وفي فرش اسنان بتكون ظهرها مخصص للسان، تمام. بس لو انت بتقدري تستحملي الفرشه العاديه ممكن تعمليها بالفرشه الاسنان العاديه، بس بالراحه شويه عشان هيوجعك اكيد، تمام. فانا دول معجون الاسنان اللي انا بستخدمهم. وطبعا حكيت لكم برضو فيديو لوحده عن مأساتي في موضوع ان انا لما قعدت 3 شهور بستخدم معجون اسنان مختلف عشان انا عندي حساسيه في اسناني، فبجد الحساسيه رجعت لي تاني واسناني بدأت ان هي يجي لها تسوس وتتكسر وتتبهدل. فانا بجد يعني عانيت قوي، ولحد دلوقتي لسه بروح لدكتور الاسنان عشان اصلح الضرر اللي حصل ده لمجرد 3 شهور. فندمت طبعا ورجعت تاني استخدم الاوبتي فريش، لان انا متعوده عليه بقالي 6 سنين وعمري خلاص ما هغيره تاني، انا اسفه. اكتر بقى معجون هيديكي ريحه حلوه هو اللي لونه ازرق، ده مكتوب عليه للانتعاش الفائق، يعني ده اكستريم ريحه حلوه، تمام. ده بالذات بقى للناس اللي عندها مشاكل في اللثه او مشاكل في المعده كمان، بيكون عندهم مشكله ان ريحه بقهم مش حلوه، وده بيضايق اكيد اي حد انت قاعده يعني حواليه. ممكن تبقي انت مش شماها تتعودي على الريحه، لكن غيرك هيبقى متضايق منها. فعشان ده ما يحصلش استخدمي بقى المعجون ده بالذات للموضوع ده، عامل 207 بدل 345. هتقولي معجون ب 207؟ ما هو هيقعد معاكي كام سنه؟ يعني مش هيقعد معاكي اقل من سنه سنتين، يعني حسب انت استخدامك. ما تستخدميش كميه كبيره، كميه صغيره جدا هتلاقيها بتعمل كل الشقلبه يعني، تمام. فده كميته 200 مللي. طب اهو انا ده عندي مثلا بقاله سنه اهو مستخدمه منه عادي، بس مش بيخلص، ده اكتر من سنه فخلص، او يعني بيفنش. فما تقلقيش، هو بس استخدمي كميه صغيره، عشان انا بشوف ناس بتفرش المعجون على الفرشه كلها كتير قوي، من كيس دعوه بالاعلانات، هي حته صغيره جدا بتكفي بقك وبتفيض كمان. هيدينا 11 نقطه. وكمان نازل النوع ده، النوع ده بقى بالزيوت الطبيعية، ده برضو معالج لو انت عندك اي التهابات في بقك في لسانك في اللثة. المعجون اللي هو بالزيوت ده مخصص لعلاجها، بنفس السعر ونفس النقط ونفس الكمية. في ناس طبعا متخصصين خصوصا الصيادله والدكاتره دايما يسالوني هو المعجون السنان ده فيه فلورايد؟ لا، ده فلورايد فري يا جماعه، وده مهم جدا لان الفلورايد ده ماده مسرطنه اسنان، ماده مضره جدا وخطر على الاسنان وخطر على كل حاجه، وموجوده في كل معجون سنان بيتباع في الصيدليه، مش عارفه بيبيعوه ازاي، واكيد الصيادله عارفين حاجه زي كده. وده اللي ضر لي اسناني، عشان كده انا رجعت استخدم تاني المنتجات دي عشان هي كلورايد فري. اول حاجه يا جماعه لما نيجي نغسل شعرنا ما بنغسلهوش زي ما هو كده على ورا، فكل الزيوت والاتربه اللي فيه تنزل على ظهرك تعمل لك حبوب لظهرك. لا، انت بتقلبيه لقدام وتغسليه لبره عشان كل الزيوت دي تنزل على بعيد عن جسمك فما تاذيكيش، تمام. ومهم قوي ان انا اعمل روتين لشعري، حتى لو روتين بسيط جدا، هو عباره عن حاجتين: كريمات اللي هي الحمام الكريم والزيوت. وهنقول هنا ايه الانواع للشعر اللي تستخدم دول وايه لا. طيب لو انا شعري جاف اقدر ان انا اعمل مره في الاسبوع حمام كريم ومره زيوت، تمام. ولو انا شعري دهني بعمل المرتين حمام كريم. انا لو فروتي دهنيه وشعري جاف بعمل ايه؟ بعمل الاتنين، بس الزيوت ما اجيبهاش على فروه راسي، والعكس صحيح.
الموضوع سهل جدا، لو فهمناه مش هنحتاج ان احنا نحفظه ولا نتلخبط ولا نقعد نسأل، لان انا قعدت سنين اسأل وافهم يا جماعة الزيت ده لايه والكريم ده لايه. طلع بقى يا جماعة ان الكريمات دي لو انت عايزة شعرك طري يبقى ناعم وطري كده، مش ناشف ومش يعني يتسرح معاكي بسهولة. كل مشاكل الطريان دي والهيشان بتبقى خلاصتها الترطيب اللي هو بناخده عن طريق الكريمات. طيب الزيوت بقى بتعمل ايه؟ الزيوت يا جماعة بتصلح الشعر التالف، لو شعرك فيه اي تلف تقصيف بيتكسر بيتقطع مش بينمي بسرعة، يعني مش بيطول وخفيف يعني مش في لمعة كده، يعني ضعيف تحسيه كده بهتان ويعني هلكان كده، مش في الشاين اللي بتبين ان الشعر ده الصحي، وكمان اطرافه مقصفه كده. ده تعالجيه بالزيوت، اتفقنا كده؟ فنفرق ما بينهم. فعندنا الاتنين نازل لنا عروض على ماسكات الشعر، وانا طبعا وريتكم كتير قوي كميات الماسكات اللي انا بستخدمها لشعري عشان شعري جاف جدا جدا جدا، ونازل لنا منه عرض على المانجو، عشان ده بصوا اهو شكله ده بالمانجو للشعر المسبوخ. وتقدري برضو لو انتي شعرك تالف تستخدميه زي ما قلنا. انا هاخد منه ترطيب عميق جدا، هو مش هيصلح لي مشاكل شعري، هو هيطري لي شعري، فده جزء من التصليح. تمام؟ فده بيتعمل مرتين في الاسبوع. الكيس ده ممكن يكفي معاكي استخدام حسب طبعا طول وتقل شعرك. انا بيكفي معايا مرتين، في ناس بيستخدموه 3 مرات لو شعرهم خفيف شويه. طيب قولي لنا سعره. عامل 200 ايه 52 جنيه، انا بتلخبط في الارقام العربي. 52 بدل 126، وده هيديكي 3 بوينتس. يعني ده حجمه 30 ملي زي ما قلت لكم، من مرتين لثلاثه. طب يا انجي ده سيليكون فري؟ سيليكون فري، يعني تقدري تستخدميه وانتي مطمنه ان هو مش هيأذيلك شعرك، حتى لو انتي كمان عامله بروتين او اي تريتمنت مش هيبوظه. تقدري تتأكدي من كلامي على العبوة، وطبعا الشركات الأوروبية بالذات ما تقدرش تكتب أي حاجة على العبوة أي كلام. فالحاجات دي كلها ناتشرال ingredients 100% أو 96% سيليكون فري، كلها مواد صالحة للبيئة وصالحة كمان مكوناتها على الابليكيشن. نيجي بقى لحبيب الملايين، جوز الهند. طبعا مش محتاجة أشكر في جوز الهند، احنا كلنا عارفين فوائده في ان هو بيصلح الشعر التالف، بيعالج التقصيف، بيطول الشعر، بيتقله لو خفيف، وينفع للاطفال البيبي بورن اللي لسه نيو بورن صغننين لسه كتاكيت خالص، نقدر نستخدمهم سيف جدا وامان لكل الاعمار وسيدات ورجال وكله. فده من احسن البرودكتس، لدرجة ان يا جماعة العرض النهاردة نزل الصبح، انا قبل ما ابدا اشرح البرودكتس كان خلص، لان طبعا كان نازل في عرض من العرض اللي قبل اللي فات تقريبا، فشرحته لكم طبعا اتخطف طبعا. انا نفسي كل ما بينزل عرض بجيب منه كتير، فانا زيكم النهارده اهو ما لحقتهوش. فيا جماعه لازم كلنا نتعظ، ولما نحب نبقى عايزين اي منتج من العروض، وانتوا طبعا تكونوا عاملين عضويه اصلا، العروض بنقولها في ساعتها اول ما بتنزل تلحقيها على طول، عشان خصوصا الحاجات اللي بتبقى عليها خصومات حلوه بتخلص بسرعه. يعني انا لو قلت لكم سعره هتتخضوا، كان عامل 195 والعبوه قد ايه؟ العبوه 100 مللي، دي بتقعد برضو من سنه لسنتين حسب استخدامك، فخلص. وفي حاجات من اللي انا شرحتها النهارده اغلبيتها لو ستوك، يعني كميات قليله جدا، فطبعا مش هتلاقيها بعد كده لو انتي اتاخرتي. طب لو انا بقى شعري اكستريملي يعني دامجد ومتبهدل، ويعني حرقتيه بقى بالبيبي ليس او بالتريتمنتس او بالصبغه ومدمراه يعني، فانتي محتاجه كمان عنايه اكسترا شويه، زي مثلا زيت الارجان. زيت الارجان ده اسمه اليو، ده بيكون مش بس ان هو يعني بيعتني بشعرك، هو بيصلح لك التلف اللي فيه، بيعالج لك تقصيف، بيعالج لك الشعر اللي بيتكسر وبيتقطع. فهو اصلا فيه 6 اويلز، يعني 6 زيوت اضافيه مع الارجان، فده بيخلي المفعول بتاعه اقوى، وبيخلي الشعر يبقى صحي وبيلمع، وبيديله كل الفيتامينز اللي ناقصاه، وبيحفز فيه كمان الكولاجين والالاستين عشان يفضل شعرك فيه مرونة. ده تقدري تستخدميه يوميا لان هو سيرم خفيف جدا، مش هتلاقيه بيلزق لك شعرك. انا بجيب منه كتير
عايزه اوريكم القوام بتاعه. بصوا خلصته، خلص خلص. انا محتاجه واحد تاني. كويس ان هو نزل في العرض. ده خلص خلاص. اعمل ايه في الهيشان يا جماعه؟ انا تقريبا من كتر ما اتكلمت على موضوع شعري اللي بيهيش، فالحمد لله بقى كل شويه ينزل لنا عرض على الجل ده، رغم ان هو رجالي وما كانش حد بيطلبه قبل كده قبل ما اتكلم عنه، عشان ما كانوش عارفين ان هو ينفع ان احنا كمان نستخدمه، وان هو يعني هو مش يعني انت شعرك مش هتنسي الهيشان ده تاني، يعني مش هتشوفيه. لان هو بيتحكم في شعرك وبيخليه واقف مكانه كده، اللي هو مش زي الجلز اي كلام اللي هي بتنشف وتخشب الشعر. لا، انت هتلاقيه شعرك طري وشكله حلو ومش باين ان انت حاطه جل اصلا، وكده كده معمول اصلا للرجاله بس احنا بنستخدمه برضو. وانا من تجربتي بصراحه لا بحبه جدا جدا، لان بيحافظ لي على الفورم اللي انا سرحت بيها شعري، مثلا عايزه اعمل تسريحه معينه او كده، وكمان لما بحب اعمله كيرلي فبيفضل ثابت زي ما هو. فلو انت شعرك كيرلي ده هيفيدك جدا كمان في الفينجر كويلنج والستايلينج بتاع كل كيرل، هيبقى ثابت. وحتى لو انت شعرك ليس، عامله بروتين، عامله اي حاجه، هو هيحافظ لك عليه من غير ما يهيش. فبصراحه شابو، انا بحب البرودكت ده جدا. ده في الابليكيشن عامل 184 بدل 307، هيديكي 10 بوينتس يعني 10 نقط، وهو حجمه 100 مللي. طبعا يا جماعه دي مش كل منتجات الشركه، لكن هو كل فتره بينزل لنا عروض على some products، شويه products كده مش كلها بينزل لنا عليها عروض، ولما فتره العرض بتخلص بينزل لنا عروض على products تانية. فدي مش كل حاجه، عشان لو لقيتي حاجه انت محتاجاها ومش متوفره في اللي انا بشرحه ما تقوليش خلاص هو الشركه دي ما عندهاش اللي انا عايزاه. لا، عندنا، وتقدري تساليني وارشحهولك، بس انا هقولك ساعتها اهو ده سعره دلوقتي، فاستني لما ينزل عرض. واول ما هينزل عرض انا هنوتيفاي وهقولك البرودكت اللي كنت تساليني عليه ده نزل عرض. اخر حاجه بقى في البرودكت بتاعت الشعر، الشامبو اللي نازل في العرض معانا هو للشعر المصبوغ، يعني الشعر المتدمر، مش بس عشان يحافظ لك على لون شعرك ويخليه كانه لسه مصبوغ دلوقتي، يعني خصوصا اللي بيصبغ كمان الوان على احمر شويه اللون بيروح بعد غسلتين 3. فلا، ده هيحافظ لك على اللون كانه لسه مصبوغ دلوقتي، وهيطول فترته ان هو يقعد معاكي اطول فتره ممكنه، ويفضل اللون حلو، وفي نفس الوقت يصلح لك الاضرار بتاعه الصبغه وكل ما انت فتحتي لون الصبغه ده بيضر الشعر اكتر. فالشامبو ده مخصص بقى للحاجتين دول، انه يحافظ على اللون وانه يصلح لك الشعر التالف. طب انا لو انا مش صبغه شعري بس شعري تالف، استخدمه؟ استخدميه، ما هو للشعر التالف اصلا بيعالج كل الاضرار اللي فيه. فانت اكيد لو ما عندك، لو مش عامله صبغه فاضرارك اقل، فهو كده 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 هيعالج. اهو عامل 245 بدل 615، هيديكي 13 نقطه وعبوه 400 ملي، يعني عيشي بقى، مش هيخلص معاكي، يكفي اسره كامله. انا عندي منه اهو للشعر التالف، والجراي للتساقط، وده بيدي فوليوم للشعر. انا عامله لكم فيديو كامل عن كل برودكتس الشعر وكل المشاكل بعالجها، موجود على اليوتيوب شانل بتاعتي، هتلاقوا طبعا اللينك في البايو. لو بتشوفيني من التيك توك هتلاقي لينك تري تحت اسمي، هتدوسي عليه هيدخلك على كل البلاتفورمز بتاعتي. تقدري تعملي سبسكرايب من فوق وتحطي ايميلك وتعملي اجري على ال terms and conditions عشان انا كمان اقدر اتواصل معاكي. وتقدري تشوفي اول فيديو ده عليه تفاصيل الشغل والاستمارة اللي بعدها، وتقدري تكلميني على الواتساب على طول. وعندك الانستجرام بتاعي، الفيسبوك، اليوتيوب شانل، واخر حاجة دي صفحة الفريق بتاعتي. وزي ما قلت لك تقدري تخشي تكلميني دايركت على الواتساب، مجرد ما تدوسي هيدخلك على رقمي على طول. اخر حاجه في السكين كير وهنبدا في الميك اب، هي الماسكات للبشره للترطيب والنضاره. عندنا منها كذا نوع، وده بيكون حجمها ده يكفي معاكي مرتين 3، انت بقى وشطارتك ما تحطيش كميه كبيره عشان هو اصلا مركز. انا طبعا اغلبيتهم خلصوا، فما تبقاش غير اليتيم ده عايزه اجيب له اخواته تاني، فكويس ان هو نزل عرض، عامل 45 جنيه بدل 92، وهيديكي نقطتين وكميته 10 مللي. ده بالبرتقان، يعني بيدي نضارة وفيتامين سي، مناسب لكل انواع البشرة. وبرده نازل منه الافوكادو بنفس السعر ونفس كل حاجة، وده هيبقى شكلك بيه. هتسألوني الماسكات بتتغسل؟ لا مش شرط، ممكن تسيبيها على بشرتك لحد ما تتشرب. لو بعد ربع ساعة حسيتي ان لسه انت مش حابة الملمس، اغسليها، تكوني استفدتي على الاقل بالمكونات اللي فيها. بس بصراحة انا انصحك لا، حطي كمية قليلة عشان تتشرب بسهولة لبشرتك وتستفيدي منها للاخر من غير ما تغسليها.
اخر حاجه في برودكت نسيناه في جزء الهايجين لانه للاسف خلص من عندي، فنسيت ان انا اشرحه لكم، وهو الجل ده عشان الشيفنج. الجل ده يا جماعه بجد يعني اختراع. اولا هو فيه مسكن، تمام، دي معلومه مش هتلاقوها حد بيقول لكم عليها، ده عن تجربتي انا. هو فيه مسكن بيشتغل بعد 5 دقايق تقريبا، تسيبيه على جسمك، هو شفاف، تسيبيه على جسمك يشتغل 5 دقايق، بعد 5 دقايق، وبيقلل نمو الشعر، وده عن تجربة. فالحاجات دي بالذات مش اي حد يكلمك فيها غير اللي مجربها بنفسه، تمام. وعبوته 150 ملي، عامل 134 بدل 384. فانت بعد ما تحطيه على جلدك وتسيبيه 5 دقايق، المفروض مبينش الصورة دي هتسيبيه 5 دقايق زي ما قلتلك، واستخدمي الشيفنج. اولا هتلاقيها سلسه جدا معاكي، مش بتعورك، مش بتعمل جلد وز، او اللي هو النقط كده اللي بتبقى مبارزه في الجلد دي بتطلع بسبب الشيفنج الغلط، وبسبب عامه العنايه الغلط اللي انت مش بتعملي سكراب لجسمك. فمهم قوي اعملي سكراب الاول، وبعد كده استخدميه عشان الشفره الموس ما يكونش فيها ما يزولهاش الجلد اللي هو الميت ده. لازم تعملي له سكراب الاول، وبعد كده تعملي الشيفنج، هتلاقيه سموث جدا معاكي، خصوصا بالجل ده هيجري معاكي ومش هيعورك، وتعمليه بسرعه مفيش مشكله. بس بالراحه يعني، ما تستعجليش على نفسك عامه. و من غير بقى ما يعمل لك التهاب، لان الناس كتير جدا بتشتكي ان هي بعد ما تعمل شيفنج جسمها بيتحسس وبيلتهب. انا بقالي سنين بستخدم الشيفنج وما بقدرش على اي طريقه تانية بسبب الجل ده. وفعلا لاحظت ان انا الفترات اللي بحتاج اعمل فيها شيفنج من مره للتانية بتبقى بعيده جدا، وبتبعد سنه ورا التانية، لانه خلاص المفعول الجل بيعمل نتيجه بقى على المدى البعيد، ان انت بتفضلي تستخدميه على طول، بيقلل النمو، بيخلي اولا الشعرات تبقى ضعيفه، وكميتها ما تبقاش غزيره زي في البدايه. لو انت كمان البنات المراهقين كمان بيبقى ده حاجه مزعجه بالنسبه لهم، فانت هتلاقيه بقى بيبدا ان هو كثافته تقل، سمك الشعرايه بتدبل، بتبقى يعني ضعيفه جدا، فتلاقي الموضوع بقى اسهل واسرع، وبيطلع ببطء شديد لدرجه ان انت ممكن تنسي اصلا هو انا مش فاكره اصلا اخر مره استخدمت الشيفر امتى. فده بصراحه من الحاجات المهمه قوي. يلا بينا نبدا في الميك اب. اول حاجه هنبدا في الميك اب هي وشنا. الوش بيتحط عليه برايمر الاول، وبعدين يتحط عليه فاونديشن. طب احنا نازل عندنا عرضين على الفاونديشن. في نوع العادي خالص اللي هو تحطيه على بشرتك عشان يفضل معاكي مثلا 8 ساعات، يديكي تغطية عالية، لو حطيتي كمية قليلة يديكي تغطية متوسطة، يغطي كل العيوب، يغطي اي بقع، اي مشكلة في بشرتك. ده العادي. وفي المعالج، خدي اللي يعجبك وخدي اللي انتي محتاجاه. ده شكل الفاونديشن او كريم الاساس المعالج، اسمه بي عشان ده بيصحح الالوان، ولو عندك اي بقع بيفتحها، يعني مش مجرد بيداريها، هو علاجي. نزل بقى منه 3 درجات. افتح درجة دي خلصت، وده اللي في النص اللي هي تقريبا تناسبني مثلا لو انتي بشرتك نفس لوني. هوريكم الدرجة بالظبط اهو، مش عارفة هتبان في الكاميرا. عامة انتوا لما هتخشوا على الابليكيشن هتشوفوا الصور بشكل اوضح. واغمق درجة اللي هي لو حد اغمق مني شوية، تمام. نزل بكام؟ ب149 بدل 368، وحجمه 30 مللي، هو قد حجم ده. يعني انا عندي النوع اللي مش معالج بقى، اللي هو النوع العادي ده، انا بحب استخدمه عشان يديني لمعه، لان زي ما قلت لكم انا بشرتي بتبقى مايله شويه للجافه، فبستخدم اللي ليه لمعه. اوكي، ده في عامل حمايه من الشمس 10 SPF، وزي ما قلت لكم ده ضد اللمعان بقى، يعني ده عكس ده. انا بستخدم ده عشان ده فيه لمعه، ده بقى العكس، لو انت بشرتك فيها لمعه وعايزه تطفيها وتبقى مات تستخدمي النوع ده، هيديلك 8 نقط. وخلي بالكوا عشان ده لو ستوك، يعني قرب يخلص. وده الفاونديشن العادي، بس كمان اتطور واتحط فيه هايلورونيك اسيد، واتحط فيه معادن وفيتامينز، الخط الانتاج الجديد، عشان دلوقتي كل المنتجات اللي عندنا في الشركة بقت كلها علاجية، حتى الميك اب والروج والماسكارا وكل حاجة بقت علاجية. فانت عندك بقى النوع الفاونديشن ده غير ده، تمام. بصوا يا جماعة، ده اسمه ايلو سكين، وده اسمه سينك. ايه الفرق ما بينهم عشان ما تتلخبطيش؟ ده بيدي لمعه، خلاص عرفتوا بقى نوع بشرتي، ده بيدي لمعه. لكن ده ميزته ايه؟ هو مش هيديكي لمعه ولا هيديكي مط، هو حاجه في النص، بس ميزته ان هو بيقعد 12 ساعه تمام. ده بيقعد 8 ساعات،
بس والله انا بستخدمه وبيقعد معايا اليوم كله، يعني بحس ان الارقام دي بتقول رقم اقل عشان يبقوا في السيف سايد، بس هو فعليا لا بيبقى اكتر. ده فيه عامل حماية 30 اس بي اف، ونازل منه درجتين بس اللي فاضلين الحقهم عشان الباقي كلهم خلصوا. يعني نازل غامق ونازل الدرجة اللي هي تناسبني لو انتي نفس نوع لون بشرتي، او ممكن اغمق سنة مش متأكدة. تقريبا يعني ده نفس لوني، فلو انتي نفس لوني خدي اللي اخره 83، ولو انتي الاغمق شويه يبقى اللي اخره 84. الحقون بقى يا جماعه عشان دول له ستوك اصلا. نيجي بقى الميك اب العيون، اللي طبعا واضح جدا انا بحبه قد ايه، وبعمل الوان كتير فوق عيني عشان انا بحب الالوان الفايبرنت، وده اكتر مكان اقدر احط فيه الوان مش كده. فتعالوا نتكلم عن ميك اب العيون. اول حاجه الماسكارا دي، فين يا انجي الماسكارا بتاعتك؟ خلصت. انا عندي دلوقتي النوع التاني اللي لسه مستلماه هديه من العرض اللي فات، كنت مخلصه منه كذا واحده، فلما لقيتها نازله هديه رحت جايباها. طب ايه الفرق ما بينها وما بين دي؟ الاتنين زي بعض، بس الفرق ما بينهم ان دي فيها الفرشه فيها كيرف، فبترفع الرموش لفوق. بصراحه انا مفتقداها جدا، لان كان بقالي فتره يعني بستخدم الماسكارا اللي عندي عشان اخلصهم، وما صدقت بقى ان دي نزلت في عرض عشان انا عايزاها جدا، لان بتشد رموش يا جماعه لفوق وبتلفها، بتدي شكل كده لفوق. يعني هقول ايه، بتبقى كيوت 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 يعني. فهوريكم فرشه دي عشان تشوفوا الفرق. اهي بصوا، هي نفس فكره ان هي فيها يعني شعر كده صغير، وفي جزء الناحيه التانية شعر اطول، وفيها زي ما قلت لكم كيرف عشان تلف الرموش. دي بقى 5 في 1، يعني بتعمل كل حاجة، بتتشقلب كده، بترفع الرموش، بتسرحها، بتفرقها عن بعض عشان ما تبقاش لازقة في بعض، يعني مش مفيهاش تكتلات، وكمان تطول بتتقل. كل الوظائف اللي انت محتاجاها في ماسكارا موجودة في دي. وعلى فكرة دي بس سيلر، يعني من اكتر الماسكارات اللي بتتباع. دي كمان ووتر بروف، يعني تقدري تنزلي بيها المية، تتوضي، تعملي اي حاجة، هي ثابتة. وما تحاوليش تشيليها بالغسول عشان ما تقطعيش رموشك، لازم تشيليها بميك اب ريموفر، فبالراحه على رموشكوا برضو عشان ما تبوظوهاش. عامله 245 بدل 445. طب انا الماسكارا بتقعد معايا قد ايه؟ في حدود 6 شهور. عامله 13 نقطه وحجمها 8 مللي. طبعا كلنا بنحب جدا الاي شادو، خصوصا الاقلام الكريمي اللي هي سهله جدا، مش محتاجه تعملي بقى بلندنج بفرش وتبقي بروفيشنال، فنزل منها نوع تاني. هعملها لكم بقى فيديو لوحده عشان نشوف السواتش يعني الوانها كلها لوحدها. هوريكم الالوان على ايدي عشان تبقوا متخيلينها على الطبيعه. ده كده افتح لون اللي هو الكول ساند، بصوا لمعته خطيره ازاي. انا ده بحطه في الكورنر وبحطه من تحت عشان يديني وسع للعين. بيجي بعديه درجة اسمها فلاش روز، يعني هي ما بين الجولد والروز، بنسميها روز جولد. بصوا درجتها حلوة جدا. وده بقى الجولد الصريح اللي انا حاطه منه برضو. بصوا الدرجة خطيرة ازاي، اهو انا حطاها في النص، درجة روعة. بصوا اللون، وكمان احلى حاجة فيها ان هي ميتاليك، فاللون بيغير معاكي. بصوا ازاي اللون بقى اللي يحير، اللي انا مش عارفه اصنفه هو تبع ايه بالظبط، لان هو شويه يحسسني ان هو قريب للفوشيا، وشويه يحسسني ان هو قريب من الاورنج والاحمر، يعني نبيتي ما تعرفلهوش، او نحاسي مش عارفه، بس هو حسب انا بحطه بلاقيه لايق، بلاقيه لايق مع اي حاجه. فبصراحه هو من الالوان الجوكر اللي لازم تبقى عندك، عشان هيمشي معاكي على كل الالوان ومناسب لكل الوان البشره. نفسي اوريكم اللون البني بس هو خلص. اخر لون التركواز اللي لسه نازل جديد، وكنت وريته لكم في الفيديوهات اللي فاتت، اللي انا بجد اتهبلت عليه. بصوا اللون خطير ازاي. انا بصوا حاطه منه نقطه كده صغيره في الجناب، بحس كده ان هو بيودي لوك العين في حته تانية، وخصوصا العيون الضيقه بيبقى خطير قوي من تحت. وما تكتريش، مش للاخر، حته صغيره كده في الطرف. فبصراحه بصوا في عيني عامل ازاي، حته صغيره كده تديني كده حياه كده، فبحسه حلو قوي. نزل بقى منه اختراع جديد حلو جدا، نازل لك لونين مع بعض، فحلو قوي. نازل يعني تاخدي القلم في من كل اتجاه لون. تعالوا نشوف الالوان اللي نازله. يعني عندك مثلا في اللون اهو ده، اللي هو اللون المحير اللي قلتلك عليه، بس اغمق سنه متهيألي، مش عارفه ولا الكاميرا هي اللي مغيره اللون، لا مش هو تصدقوا.
ده لون تاني، ده لون قريب للي انا لابساه على موف، والغامق بتاعه تاني درجة وهي الموف اللي بصراحة انا بفكر اجيبه، مش عارفة يليق عليا، انتوا قولولي. موف غامق وموف فاتح وفيها شمر كده بسيط، مش جليتر، شمر. واللون التاني بصوا قريب قوي للكول ساند اللي وريتهولكوا في الاول، واللون غامق كده، هو مش اسود، هو بني محروق مش محروق كمان، يعني اللي هو يعني قريب للاسود بس مش اسود صريح، ولا اسود، لا مش عارفه، انا مجربتوش قبل كده عشان كده مش قادره احدد. بس هما جايبين عين الموديل اهو، ده اللون الفاتح. عندنا كمان الجنزاري، الله لونه حلو قوي، مين هنا بيحب الاخضر؟ بصوا الغامق ده كمان خطير، نازل لي غامق وفاتح مع بعض. والازرق، بس مش الازرق اللي انا وريتهولكوا ده، ازرق مش لبني، مش تركواز قصدي، يعني ازرق فاتح وازرق غامق اللي هو نيفي، اللي هو يعني على كحلي كده، مش اللي انا وريتهولكوا، مش هو ده. تمام. فكل الدرجات دي مختلفه عن الدرجات اللي انا وريتها لكم، انا لسه مكتشفه دلوقتي لان انا مجربتوش، واضح كده ان في تجربه جديده قريب. فانتوا اختاروا معايا، قولوا لي انسب الوان تليق عليا، قولوا لي انا اجيبها ايه، عشان اللي عايز يشوف يعني الدرجات بقى على الحقيقه. تمام. فهو زي ما قلت لكم كده، القلم بيبقى اتجاه واتجاه، فبصراحه ده حاجه اقتصاديه يعني ان انت تجيبي لونين مع بعض، لانه بقى حاجه اقتصاديه ومنتجين في بعض، فلازم يبقى سعره مش سعر منتج واحد، فهو عامل 307 وبدل 561، نازل لك ب6 نقط وبس كده. لو انت بقى بتحطي فاونديشن وعارفه انه هو بيحتاج بعديها باودر، خصوصا لو انت بشرتك فيها لمعه ومحتاجه ان انت تطفي اللمعه دي، فبتحتاجي لوس باودر زي كده تحطيه على المناطق اللي بيبقى فيها لمعه، او تحطيه تحت عينيكي وانت مثلا لو بتستخدمي اي شادو باودر ومش عايزاه يبوظ لك تحت عينيكي وينزل منه فتافيت، فبتحطي اللوس باودر ده تحت عينيكي وبعدين تمسحيه بفرشه فلافي عشان يتشال. فاللوس باودر ده بيجي لونه ترانسبيرنت شفاف، مش بيدي اي لون، تقدري تثبتي بيه الميك اب بتاعك كله، وبيتحط كمان في الاماكن اللي عايزه تظهريها وتكون باين ان هي افتح شويه. تمام. عامله 422، وده بقى يعني للناس المحترفه يعني، او لو انت عايزه يبان الميك اب بتاعك احترافي. وهقول لكم انا عملت ايه في الموضوع ده. هي نازله زي ما قلت لكم ب 422 بدل 768 ب 22 نقطه. وهقول لكم بقى انا عملت ايه. انا اصلا زي ما قلت لكم لسه باخد كورسز للميك اب، وبحاول ان انا امارس اول باول كده واتعلم. فاستخدمت الكومباكت باودر دي شبه اللوس باودر بس يعني اسهل شويه. تمام. تقريبا بيقولوا يعني، انا ده اللي انا سمعته، مش عارفه بقى اللي جرب يقول لي. فبستخدمها بفرشه خفيفه كده، هو بصوا لونها فاتح، فممكن انا مثلا ايه اروح مفتحه بيه، بس يعني هي عشان نفس لون بشرتي فما بحسش ان هي فتحت حاجه. لكن انا بقى حسيت بايه، ان الاماكن اللي فيها لمعه لا هي بتخليها شكلها طبيعي، وبتخلي الميك اب كمان مش بس يثبت معايا مده اطول، لا كمان بتخليه ما يطبعش. عارفين لما مثلا ايه يبقى انت جيتي عملتي كده او بوستي حد او بايديكي يطبع ولونه في حته كده تلاقيها بقعه كده، لا ده بقى بيخليه مفيش بقعه، بيعمل زي عازل كده. فبصراحه انا انصح اي حد عايز يليفل اب الميك اب بتاعه ويبدا يتعلم يخلي الميك اب بتاعه حلو، يجرب يستخدم الباودرز ويتعلم، لان هي محتاجه ممارسه. وريت لكم ريفيوهات على الروجات دي قبل كده، بس بما انها نازله في عرض فهوريها لكم تاني. هوريكم الالوان اللي عندي وبعدين تشوفوا الوان العرض. ده النبيتي اهو، هو نفس اللون في الحقيقه، يمكن الحقيقه اغمق سنه. في الروجات بقى دي ان هي كريمي، فبتبقى طريه جدا وبترطب الشفايف. بصوا فيها زيت ارجان برضو للترطيب. ده اللون التاني، بس هو ده عشان انا عامله ميكس مع لون تاني فباين ان هو قريب من نبيتي، بس هو لا على فوشيا اكتر يعني على روز، بس انا استخدمه الناحيه التانية عشان تشوفوا اللون على الطبيعه اهو. وده اللي هو على كشمير. بعرفش احط بقى على ايدي الشمال، مش عايزه برضو احط لكم الحته اللي انا عامله فيها ميكس اللون تاني. انا اللون ده بحبه جدا وشفتوني طبعا في الفيديوهات اللي فاتت اما استخدمته وريته لكم. وده برضو نبيتي بس تقريبا اغمق شويه، مش
عارفه اعمل على ايدي الشمال بس اهو ده اغمق واحد فيهم. فبصوا كريمي ازاي وطري، عشان زي ما قلت لكم هو في زيت ارجان. سعره 103 بدل 253، عامل 5 نقط. وده اللون اللي انا وريته لكم اللي على كشمير ده نازل في العرض، وكمان الفايب بينك اللي وريته لكم برضو اللي هو تاني درجة اللي انا وريتها لكم تاني واحد، يعني تاني والتالت دول اللي في العرض. واو ده نزل كمان الوان تانية ما كنتش شايفاها. النبيتي اللي وريته لكم في الاخر ده موجود، وفي الله اللون ده مش عندي، لون كده على اورنج، انا بحب قوي الاحمر اللي مدي سنه اورنج ده حلو قوي. واللي بعديه هو نبيتي فاتح، او ممكن نسميه احمر بقى، بس لا مش احمر قوي يعني، صح؟ لا احمر. احمر بس مش الاحمر الفاقع. تمام. وبراون اهو، وفوشيا، مش عارفه ازاي فوشيا، هو ليه اسمه كده، هو ده نود صح؟ ونبيتي بقى يعني زي بني محروق كده. تمام. ف انا متهيألي هتشوفوا الالوان احلى كمان لما تفتحوا الابليكيشن بنفسكم بدل انعكاس الكاميرا اللي مزول الالوان دي. ونفس السعر 103 وهيديك 5 نقط. سكين كير ولا ميك اب؟ سكين كير الاول وبعدين نتكلم في الميك اب. لو ما تعلمناش نعتني ببشرتنا كويس ونعرف انواعها واعالجها ازاي الاول، يبقى انا مهما احط ميك اب هيفضل باين عندي برضو كل الديفوهات. يعني مثلا مش انا لما بضحك بتشوفوا الكام خط اللي موجودين تحت عيني؟ انا مهما حطيت اي برودكتس، حطيت فلترز، حطيت فاونديشن، حطيت اي حاجه، مش هيتداروا. فمشاكل البشره مهما عملنا، والحبايه اللذيذه الجميله العسوله اللي طالعه لي دي مهما عملت هتتدارى؟ لا. فمهم جدا ان انا اعتني ببشرتي عشان اصلح المشاكل دي، فيبقى عندي بشره سموث فيها نضاره، عشان لما اجي احط الميك اب عليها يطلع شكلها حلو. اول خطوه في روتين العنايه الغسول، ان انا لازم اغسل بشرتي الصبح وبالليل. ما تقوليش اصل انا قاعده في البيت مش محتاجه ان انا اغسل وشي ما نزلتش، لا. طب ما انتي قاعده في بيتك مش بتلاقي كده كل يومين 3 تلاقي طبقه تراب كده على كل حاجه وبنعدي عليها نمسحها يوميا؟ طيب هنمسح البيت ونمسحش وشنا كل يوم؟ طيب فلازم غسول كل يوم مناسب لنوع بشرتك. طيب في شركات بتعمل غسول يكون مناسب لكل انواع البشره، زي الغسول اللي نازل معانا للتفتيح، وكلنا عايزين منتجات للتفتيح صح ولا لا؟ عشان تضيع لك بقى التصبغات من الشمس، البقع، الاثار، الحبوب، اي الوان موجوده في بشرتك، فتستخدمي لها غسول مفتح. اهو ده الغسول اسينشال اللي نازل للتفتيح، وانا عندي منه الماسك والسكراب بتاعه، لان انا هقول لكم بستخدم غسول ايه، عشان الحمد لله انا مش محتاجه تفتيح. بس ده للبنات اللي عايزه تفتح بشرتها تستخدم اي حاجه مكتوب عليها اسينشال. تمام. ده فيه فيتامين بي 3 وفيتامين اي زي الشاور كريم والبادي لوشن بتاع المجموعه كلها، هي كلها اسينشال بيكون فيها فيتامينز مخصصه للتفتيح. سعره 172 بدل 315، هيديكي 9 نقط وحجمه 125 مللي. طبعا في خطوات يومية واسبوعية للروتين اللي بنعمله، وانا عاملة برضو فيديو كامل على اليوتيوب شانل تقدري تشوفيه وتشوفي خطوات العناية كاملة، وكمان عاملة لكم كورس شامل للحبوب فقط، متخصص بقى ومتعمق في انواع الحبوب واسبابها، وازاي اصلا يعني الاكلات مثلا والحاجات اللي بتخلي فيه حبوب، واسباب اللي تخلي ان جلدك مهما تعملي فيه بيفضل يطلع له حبوب، وهنعالج بقى ده من جذوره. يعني ده كورس شامل بقى فيه كل حاجه ليها علاقه بالحبوب. تمام. بس انا النهارده زي ما قلت لكم بشرح المنتجات اللي نازل عليها العروض، ولما ينزل حاجات تانية عليها عروض هشرحها لكم برده. طيب فاحنا عندنا الروتين الاسبوعي نازل فيه الكلاي ماسك ده ماسك الطمي، يعني زي الطمي المغربي بالظبط. بتفرديه على بشرتك وتستني ينشف، بياخد تقريبا من تلت لنص ساعه، وبعد كده بتشطفيه بيطلع كل الشوائب اللي جوه المسام، خصوصا البشره الدهنيه مسامها بتكون واسعه فبتلم اتربه اكتر وتتحبس تحت الجلد. وهقول لكم بقى سر، هو ده اصلا سبب الحبوب، ان انتي مش بتعملي تنظيف للشوائب دي، وكمان مش بتقشري الجلد الميت بالسكراب. فعندنا كمان سكراب، ده اهم حاجه في الروتين. لو اخدتي اي روتين للعنايه ومش معاه سكراب على الاقل مش هتعالجي حاجه، انت كده هتبقي بتحطي فلوسك على جلد ميت. ايه لازمتها؟ لازم اقشر الجلد الميت الاول، فاستخدم سكراب
مرتين في الاسبوع، وبعديه الكلاي ماسك احطه عشان انضف كل الشوائب. زي بالظبط كده اما تيجي تكنسي انتي السجاده بتاعتك، لو كنستي من فوقيها ما عملناش حاجه. السكراب بقى كانه شال السجاده في تراب تحت، ده بقى اللي يشيله من تحت. فدول مكملين لبعضهم، تمام. بيتعملوا مرتين في الاسبوع، ودول بقى اسعارهم حلوه جدا. الكلاي ماسك نازل 165 بدل 330، وعامل 9 نقط، وحجمه 50 ملي. وعلى فكرة انت لو منتظمة عليه مرتين في الاسبوع هيقعد معاكي من 6 شهور لسنة. برضو ما تكتريش الكمية، احنا عايزين طبقة رقيقة جدا على بشرتك وتغسليها بعد ما ينشف، وده هيبقى شكلك. وهو هنا متعمدين يحطوا الموديل راجل عشان يقولك ان منتجات البشره مناسبه للرجاله برضو، يعني هي مش حكره لنا احنا بس، ما هم كمان بيطلع لهم حبوب وحب شباب وتجاعيد وارهاق وحاجات زي كده، فبيحتاجوا برضو هم يهتموا بنفسهم. فانتي بقى بنوته لذيذه كده عسوله، جوزك اهتمي بيه، باباكي، اخواتك، خطيبك كده دلعيهم وهاتلهم هم كمان، يعني مش ليكي انتي لوحدك. يا انجي انا بشرتي دهنيه جدا وبتزيد طول الوقت، وطول الوقت كده بحس ان في شوربه كده او زيت كده نازل من على بشرتي، وخصوصا في الحر وفي الصيف. عشان انتي بشرتك طبعا دهنيه جدا، اعمل ايه؟ اهو ده لوشن بيتحكم في الزيوت. طبعا ده مش هتلاقوه عندي لان انا بشرتي مركبه، يعني في الصيف بتبقى قريبه للدهنيه وفي الشتاء قريبه للجافه، وتلاقيني بستخدم اكتر حاجات للجافه او حاجات للمركبه او العاديه. لكن الحاجات الاكستريم قوي اللي هي للبشره الدهنيه ما اقدرش استخدمها. فدي بجيبها بقى للناس اعرفهم اللي عندهم مشكله الزيوت والحبوب والمشاكل بتاعه الاكني، اللي هي بتبقى بسبب التهابات زي ما قلت لكم تحت الجلد. محتاجه ان انا افرغ الزيوت دي كلها واتحكم اطلعها من البشره وانضفها كويس عشان ما تكونش الحبوب دي. طبعا في الكورس هتفهمي الموضوع بالتفصيل اكتر. سعره برضو 138 بدل 261، هيديكي 7 نقط وحجمه 50 ملي. انا بقى بستخدم نوفيتش بلس. المفروض تكونوا عارفين قصتي من كتر ما قلتها، بس لو اول مره تشوفيني برضو خشي على اليوتيوب شانل، او ممكن على اي بلاتفورم، تيك توك، انستجرام، فيسبوك، هتلاقي فيديوهاتي في كل حته. لان انا زي ما قلت لكم براند امباستر، يعني واجهه اعلاميه ومتخصصه في النوفيتش بلس، عشان قبل ما تنزل للجمهور ان اي حد يشتريها، الشركه بعتتها لي مخصوص عشان اجربها ويعملوا تيست واكزامينيشنز على بشرتي ويشوفوا انا النتائج هتظهر معايا في قد ايه. فالحمد لله كانوا متابعين معايا من بره مصر، الدكاتره قالوا لي اتصوري قبل ما تستخدميها واعملي فيديو، فعملت كده. وهتلاقوا الفيديو ده بقى خلال التجربه كلها لذيذه جدا. وبعد اسبوعين، رغم ان كنت في شرم الشيخ مع الشركه برضو، وكنت يعني بتنقع في الشمس، المفروض بقى اكون بشرتي اتبهدلت، بس بالعكس انا لقيت نفسي فتحيت اكتر بسبب النايسيناميد والهيالورونيك اسيد والاوري بيبتايد ومكونات كتير اكتف قوي جوه المجموعه. وكمان دي واخده براءه اختراع، يعني مش هتلاقي شركه اصلا عندها الاختراع ده بيعالج بالطريقه دي. فطبعا بعد 14 يوم قالوا لي اتصوري، قلت لهم ازاي يا جماعه انا لسه ما لحقتش، يعني ما لحقتش احس اصلا بتغيير، بعدي قدام المرايه مش بحس ان في فرق. قالوا لي لا مالكيش دعوه، احنا عايزين نشوف، نعمل تيست ونشوف هيحصل ايه. ففعلا لما انا اتصورت وحطيت الصورتين جنب بعض وانا ببعتها لهم، انا اتخضيت، اللي هو ايه ده، لا فعلا في فرق. فيا جماعه لما تحبوا تعملوا روتين سواء للبشره او للشعر او اي حاجه، تابعي بالصور، صوري نفسك كل اسبوع، هتشوفي فعلا فرق لما تحطي الصور جنب بعض. فدي المجموعه المفضله بالنسبه لي عشان هي اللي عالجت لي التجاعيد. هتقولوا لي انت صغيره على التجاعيد، انا صغيره بس المشكله ان انا كنت بلعب رياضه 10 سنين في الشمس، سباحه و يعني تنس وباسكت بول وهاند بول، لعبت كتير قوي في الشمس رياضه. فكل ال10 سنين دول طلعوا على بشرتي 10 سنين اضافيه عن سني، يعني شكلي اما انا كنت لسه 23 سنه شكلي كان 33 سنه. طبعا انا دلوقتي اكبر يعني، فشوفوا هتدوني كام. ماشي. فالمجموعه دي فرقت في حياتي جدا لان شكلي كان اكبر، فكنت طبعا زعلانه جدا على شكلي وان انا مش عايشه سني. فطبعا ده فرق معايا قوي في ثقتي في نفسي وفي لبسي وفي اتيتيودي وكل حاجه. فانا بصراحه بنصح بيها جدا، خصوصا لو حد عنده مشكله التجاعيد دي، سواء تجاعيد مبكره زي حالتي
او عامه مش يعني بعد سن ال30 بيحصل عندنا تجاعيد، ده الوقت الطبيعي بتاعها. فمن اول 25 سنه ابتدي استخدمي عشان تعملي وقايه خير من العلاج، ان انا ما استناش التجاعيد تحصل واقعد اعالجها. طبعا اعالجها من الاول او امنعها من الاول، عشان دي حاجات محفزه للكولاجين اللي هو العواميد اللي لما بتتكسر دي بتعمل لي التجاعيد. تمام. ولازم واقي من الشمس، عشان زي ما شفتوا اهو انا تجربتي مع الشمس كانت صعبه جدا. فخدوا بالكم من الشمس ومن حراره البوتاجاز كمان. وفي منها كمان مجموعه للتصبغات والنمش والبقع حتى الوراثي، وفي منها للترهلات لو عندك ترهل في بشرتك، او كمان في مجموعه للحبوب مخصوصه كامله بقى، بتيجي 5 كده برودكتس ست على بعضها، غسول، كريم عين، سيرم، كريم ليل، وكريم نهار، كلها على بعضها تكفي معاكي 3 شهور. انا قعدت معايا اكتر من كده، ما عدا كريم العين خلص معايا هو والسيرم خلصوا في 3 4 شهور كده، والغسول برضو بعدهم في الخامس. فبرجع اكمل الحاجات اللي ناقصه والبقيه الكريمات لسه عندي. برضو فيديو كامل عاملاه لكم للتجربه، وفي فيديو عاملاه شرح بقى بالتفاصيل وكل برودكت فيهم والمكونات حتى الغسول فيه مكونات اكتف للعلاج. فشوفوا بقى الفيديوهات دي عشان هي كلها معلومات، واللي عايز اي فيديو مش لاقيه يكتب لي في الكومنتس وانا هبعت له الفيديو. لو بتشوفيني من التيك توك هتلاقي لينك تري تحت اسمي، هتدوسي عليه هيدخلك على كل البلاتفورمز بتاعتي. تقدري تعملي سبسكرايب من فوق وتحطي ايميلك وتعملي اجري على ال terms and conditions عشان انا كمان اقدر اتواصل معاكي. وتقدري تشوفي اول فيديو ده عليه تفاصيل الشغل والاستمارة اللي بعدها، وتقدري تكلميني على الواتساب على طول. وعندك الانستجرام بتاعي، الفيسبوك، اليوتيوب شانل، واخر حاجة دي صفحة الفريق بتاعتي. وزي ما قلت لك تقدري تخشي تكلميني دايركت على الواتساب، مجرد ما تدوسي هيدخلك على رقمي على طول. النوفيدج بتدي 200 نقطة. العناية بالأظافر، لو انت ضوافرك مش بتطول، بتتقطع، بتتكسر، ضعيفة، ناشفة زيادة عن اللزوم، كل المشاكل دي بتتعالج. فانت عندك النوع ده اللي لونه بيربل ده بذور العنب، ده بيطولها. يعني لو هي ما بتطولش بسهولة او مش بتطول اصلا او بتقرقضيها، انت استخدمي ده هيطولها معاكي. ده بذور العنب، هوريكم استخدامه، عشان ده كمان مش بس استخدامه للضوافر، هو كمان للجلد اللي حوالين الضوافر، عشان يمنع ان يبقى فيه ودنه بتطلع في الحته دي، لان هي بتبقى مش مترطبه. فبنرطبها بالجل ده كده او السيرم ده، وافضل ادلك كده لحد ما يتشرب خالص، مش هياخد منك 5 دقايق او اقل. وريحته اصلا كمان حلوه جدا، ومش بيمنع الصلاه، مش بيمنع الوضوء. ده بقى اللي بيمنع. فده حتى هتلاقي مكتوب عليه تحت اوفر نايت نيل ماسك، هو كاتبلك ده بالليل تنامي بيه وتصحي تاني يوم تشيليه، عشان ده بيمنع الوضوء. تمام. حتى هتلاقوه في فرق ما بين التاني، ده بيتشرب بسهوله ومش بيسيب اي طبقه على الضوافر، لكن ده بيسيب طبقه كأن كده في حاجه جلوسي كده لامعه على الضوافر. مش عارفه هتبان في الكاميرا ولا لا، اهو بصي جلوسي كده، فهيسيب طبقه. فلازم تشيليه ب نيل ريموفر عشان هيمنع لك الوضوء. شايفين الفرق اهو، باين عليه، باين ان انا في طبقه على ضوافري. وانا بستعمل برضو النيل ريموفر اهو، عشان ده صحي وامان، مش بيدمر الضوافر، مش بيكسرها، مش بيضعفها، مش بيجرحها. فده امان جدا وبحب استخدمه. حتى بصوا انا مخلصات ده كمان تاني عبوه او حاجه. اشيل معاكم دلوقتي عشان ما انساش اهو. حتى بحط على المنديل عادي، مش لازم قطنه، وبتشال بسهوله جدا، مش بيلحوز بقى. لو انت كمان حاطه الوان هوريكم مش بيلحوز. الوان الالتيميت جل نازله معانا في العرض. بصوا الالوان اصلا روعه ازاي. ده جالي هديه اللي وريته لكم في الفيديو اللي فات. تمام. بس مفيش مانع اوريه لكم تاني. هنجرب بقى في كل صبع لون. انا قلت لكم بقى المره اللي فاتت يا انا اشوف يا انتوا تشوفوا. حطيت كتير قوي كتير قوي كده ليه؟ لونه رائع. انتوا شفتوه على ايدي كلها المره اللي فاتت، كان خطير. بس انا عايزه بقى اوريكم بقيه الالوان دي. كنت جايباها عادي، ما كانتش هديه، لان انا بصراحه عاشقه للالوان الفايبرنت. بصوا الجمال يا جماعه، بصوا اللمعه، كانك عامله هارد جل.
بغض النظر ان ده اصلا يعني الهارد جel حرام وبيبوظ الضوافر بجد. كل الناس اللي عملوه اشتكوا ان ضوافرهم يعني بتتبهدل بجد، بتتجرح يعني حرام بصراحه. انا بستحرم. ف ده بداله اهو، وتشيليه بسهوله وتحطيه بسهوله. بس اللون ده خطير بقى، فيه شمر كده زي كده ايه، مش جليتر يعني بس شمر، يعني لمعه خفيفه كده، مش هتبان قوي في الكاميرا بس بصوا 3 الوان احلى من بعض. بصوا شايفه الشمر هيبان اهو، باين كده في لمعه كده. وده الموف، وده مش عارفه اللون ده اسمه ايه. دول كده ال3 الوان اللي انا حطيتهم تحفه. نشوف بقى الوان العرض. احنا عندنا اول لون اللي هو النوت ده، وعندنا الروز. على فكره لما هتفتحوا من الابلكيشن هتشوفوا الالوان احسن، وكمان بيبقى حاطين لك ايد موديل سمرة عشان تشوفي لو انتي سمرة هيكون عليكي لونه ايه، ولو انتي بيضة هيبقى لونه عليكي ايه. فبصراحة الاوبشن ده حلو جدا عشان هيساعد كل الناس ان هي تعرف تختار اللون اللي يليق على درجتها. يعني بصوا ده مثلا اللي هو 3 درجة، حلوة قوي 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 مع الايد السمرة، وروعة برضو مع الايد البيضة، يعني مع الاتنين احلى من بعض. وكمان في اللون اللي انا حطيته لكم ده اللي هو فيه شمر اهو، واهو على الايد البيضة اهو، ده اللي انا حطاه، ده 3 واحد ده تمام، اللي هو اخره 90. وكمان في البليز بيوني ده يعني على فوشة شوية، ده بصوا اهو. طبعا الالوان زي ما قلت لكم على الابلكيشن احسن. وفي الموف، مين جرب قبل كده يحط درجة زي دي؟ وفي الاحمر بقى الناري، احمر صريح، وديب مارون فعلا بيتي، فحلو جدا. بصوا الدرجة اللي هي اخرها 91 دي هي دي، هياها اللي انا حطيتها يبقى انتوا كده عندكم من الدرجتين اللي انا حطيتهم التانية دي 91 ودي 90 اخر الكود. للاسف الدرجة اللي انا حطيتها معاكم في الاول دي خلصت، وكمان الدرجة الجولد دي برضو كان عليها طلب جامد جدا بعد الريفيو بتاعي عليها، برضو خلصت. بس فاضل لنا هي دي مش هنقول النبيتي ولا فوشيا، عارفين اللون اللي بيبقى في النص اللي هو ميكس ما بين الفوشيا والنبيتي؟ انا بحب بصراحة الدرجة دي قوي، فدي نازلة. وفي الدرجة دي خطيرة، بفكر اجيبها، بفكر بجد فعليا يعني. بصوا جميلة ازاي هي، ولا هي رايحة للنود قوي كأنك مش حاطة حاجة، ولا هي لون فاقع وفيها شمر خفيف بصراحة. بصوا روعة ازاي. وكمان لو ايدك سمرة برضو خطير. فبصراحة لا بفكر، ايه رأيكم؟ شجعوني شجعوني، لو انتوا شجعتوني هجيبه. هو عامل 180 بدل 292 299 سوري، ده بدل وهو 9 نقط. مع اني مش حاسه ان هو محتاج كود زياده للمعه، ان لمعته اصلا حلوه، بس هما منزلين لك برضو لمعه لوحده عشان لو عايزه تحطيه على لون او تحطيه لوحده بيدي نفس الايفكت بتاع الاكسبرت ده، ان هو يديكي كود كده لامع وعازل للون عشان لو عايزاه مثلا يقعد معاكي فتره اطول او كده. فهو شفاف كده بصوا، يدي طبقه كده عازله. 230 بدل 384، وبيدي 12 نقطه فواصل عشان تعملي بيها ضوافرك. انا بصراحه ما جربتهاش قبل كده لان انا بعرف اعمل فرنش لنفسي. لو انت بقى بتحبي تعملي فرنش ان انت تحطي بقى ابيض كده من بره او لون تاني عامه وتعودي تعملي يعني رسومات، ممكن تعمليها بالفواصل دي. في بقى منتج جديد عاجبني هو الستراس اللي بيدي الشكل اللي هو يعني فانتسي كده، اللي انت عامله حاجه افرت في ضوافرك ومديها شكل احلى. فستراس بكذا حجم وكذا لون، يعني هم فضي وفي مش عارفه ده اسود ده ولا ده الرسمه، بس في منه على شكل دمعه وفي من لا مش اسود، هو كله فضي اهو. دي اشكاله يعني، في مثلا اهو بص في على مسحوبه كده طويله شويه، وفي نقط كبيره وصغيره كذا حجم.
اهو دول الاشكال كلها. لا طلع فيه اسود فعلا اهو. تمام، فشكلهم حلو جدا بصراحه، وسعرها حلو. صدقوا بفكر اجيبها ب92 بدل 207، فحلو قوي يعني، بيدي 5 نقط. عارفين بقى الروج الجلاسي قوي اللي هو بيبقى ليكويد جدا ده بقى؟ انا زعلانه قوي ان انا كان عندي منه الدرجه الاحمر وضايع، هتجنن بجد. كنت جايباه من سنه وهتجنن، نفسي الاقيه عشان نفسي اوريكم قد ايه هو تحفه. وكنت بحب احط منه جدا لان هو لونه تقيل، فنزل منه اهو كذا لون. يعني للاسف الاحمر خلص بصوا درجته روعه ازاي. فالاحمر خلص والنبيتي كل درجات الاحمرات خلصت، فالحقوا بقى اللي فاضل اللي هو الوان على نود. بصوا كراميل مثلا، الوان اللي هي ايه كلها نودز. ده اللي يعني الحقوا بقى، الحقوهم عشان بجد دول بيتخطفوا. بصوا كذا درجه اهي نازله، طبعا انعكاس الكاميرا مش هيبين قوي، فانتوا ادخلوا شوفوا بقى الالوان كلها، كلهم احلى من بعض. تمام. عامل 345 بدل 576 وبيديكي 18 نقطة. اخر بقى حاجة في العروض البرفيومز، فانا هبدأ باللي اعرفه. عارفين امبر اليكسر ده انا عندي منه النبيتي ده اللي بالعنبر والمسك، وكان عندي اللبني، بس بصراحة اديته لواحدة صاحبتي. ليه بقى؟ هقولك الفرق ما بينهم وازاي تختاري البرفيوم المناسب ليكي. انتي لو شخصيتك قوية، وشخصيتك اللي هو يعني انرجاتك كده وحماسية، ويعني كلك طاقة، وبتحبي الحاجات الجريئة تعملي يعني ادفنتشرز وكده، هتحبي الالوان القوية دي. الالوان ايه الريحة القوية الدافية دي. فدي ريحة تقيلة، وكمان انا انصح ان الروائح التقيلة تبقى في البيت. اتفقنا؟ طيب، فده عشان بالعنبر طبعا، فتقيل جدا وشرقي، فريحته خطيرة. طيب لو انت بقى العكس، لو شخصيتك رقيقة وبسكوتة كده وكيوت، وبتحبي الروائح الهادية اللي هي ايه كلاسيكية، هتحبي ده جدا. يعني انا صاحبتي خدته مني اصلا بتموت فيه، بتشربه، بتخلص منه كميات مهولة، فاحنا عكس بعض هي بتحبه جدا وانا احب ده، عشان تعرفوا تختاروا ايه المناسب ليكم. سعره 784 وده سعر حلو جدا بدل 1422. مش قلت لكم حلو؟ عامل 41 نقطة. طبعا هو 50 مللي، فتقدري تسافري بيه لو انتي بتطلعي على الطيارة تاخديه معاكي. مع بعض المكونات، اول حاجة بتشميها هي ريحة فانيليا وريحة حاجات كده مسكرة، فلو انتي بتحبي الحاجات الشجري هتحبي جدا. وبعد كده بتشمي ريحة جوز هند بسيطة ومنعشة، وفيها عنبر بسيط، وفيها شوية حمضيات يعني تديكي انتعاش، وفيها ورد. عشان كده قلتلكوا هي كلاسيكية وهادية ورقيقة، لو انتي من النوع ده هتحبيها جدا. واهم حاجة ان هي شجري. وطبعا اللاف بوشن اللي بتنزل لنا دايما في العروض عشان كل الناس بتطلبها. هو في اي حد في الدنيا ما بيحبش الشوكليت؟ مستحيل، خصوصا احنا، صح؟ فلازم البارفانات الحريم اللي فيها شوكليت دي تبقى اول حاجه تتخطف. فعندك اللاف بوشن ده دارك شوكليت، عامل برضو 711 بدل 1422 ونازل ب 37 نقطه. بصراحه سعر لقطه. بصي شكلها، لما حد يقولك نسخه انليميتد اعرفي ان هي مفيش منها كتير. النسخه دي الفنتشر الانليميتد دي نسخه فريده من نوعها، مش موجوده كتير، ومكوناتها مش هتلاقيها منتشره ولا يعني ولا في حاجه شبهها. طيب هي سعرها 576، فمبدئيا السعر ده مفيش نقاش فيه ان هو بجد قليل بطريقه تخليني يعني حرفيا اي حد يشتريه بالسعر ده. وهو نازل من 961، فيعني اوريدي نازل تقريبا نص ثمنه، ونازل لك ب 30 نقطه. انا حقيقي حاولت ادور لكم على مكوناته، بس هو ليميتد اديشن ومش منتشر، يعني مش هتلاقي ناس كتيره اصلا مستخدماه او عندهم اصلا منه، وكميته قليله جدا وهتخلص بسرعه قوي. ودي حاجه تميزه، يعني احنا دايما بنحب الحاجات المميزه اللي محدش حاط زيها. فده يا جماعه ما نزلهوش اصلا حتى حاجه، عشان هو اصلا كميته قليله جدا. فحاولوا بقى ان انتوا تبداوا تجيبوه، عشان بجد سعره ده يخلص خطف. طبعا انت لو معانا من سنين هتبقي عارفه وزن وتقل كلمه سيجنتشر. سيجنتشر دي من اهم البرفانات
المعروفة اللي عليها طلب سواء رجالي سواء حريمي. فدي الاديشن الجديد بتاعها. فتعالوا نشوف المكونات. وقبل ما ندخل في المكونات، هي ب668. السعر لقطة بدل 1115 تديكي 35 نقطة، وهي 75 ملي، يعني دي مش هينفع تطلعي بيها الطيارة. المكونات الرجالي طبعا معروف ان هو اهم حاجة فيه بيكون الاخشاب، فدي فيها اخشاب بقى كتير دي بقى اول حاجة. وبعد كده هتشمي حمضيات، ودي برضو حاجات مهمة في البرفانات الرجالي، ان هي يكون فيها حمض عشان يدي انتعاش. وفيها فاكهة وتوابل ناعمة، يعني مش توابل فواحة. وفيها مسك. انا عرفت هي مميزة ليه، عشان فيها مسك. طيب هتقولوا لي انت ليه مش بتورينا من البرفيومز اللي عندك؟ عشان اللي عندي كلهم للاسف اوت اوف ستوك كلهم. تمام. فانا بشرح لكم اللي موجود في العرض، وانا تقريبا عندي من الرجالي 30 ومن الحريمي الضعف. فلو قعدت اجيب تاني بجد هيبقى الموضوع صعب، فانا بحاول اخلص اللي عندي الاول عشان اقدر اجيب كمان من الانواع الجديده اللي نازله، خصوصا ان فيها شويه حاجات خطيره مش قادره استنى بصراحه. اخر بقى برفيوم معانا، وده برفيوم جديد كان نازل في العرض اللي فات الحريمي بتاعه واتخطف، وناس كتير قوي شكرت لي فيه، خصوصا ان هو فيه عنبر. طيب الرجالي بقى نازل ب 668 بدل 1115، برضو 35 نقطة و75 ملي. مكوناته بقى اناناس، اخشاب، فواكه، قرفة، يعني روايح كده دافية وفيها انتعاش بسيط. فشكلها كده بتقولي هاتيني يعني انا الكولكشن ده بحبه. بصوا باين من الرسمة، يعني باين الاناناس او الاخشاب كده. فالحاجات دي بتبين الرسومات والالوان، بتبين لك مود اللي انت هتشميه من كل برفيوم. بصوا بشيل بالمنديل عادي في ثواني تشال، ومن غير ما يلحوس ولا يبهدل لي صبعي. تاني بس كلهم بنقطه واحده، كله اتشال في ثواني. انا اول ما شفته استغربت، قلت هو احنا عندنا شرابات طلع صابونه دي صابونه بس على شكل شراب ب 53 جنيه بدل 134. ودي هتديكي 3 نقط. شكلها لذيذ وكيوت قوي بصراحه، يعني بريحه الليمون والقرفه، توابل الشتويه يعني قرفه. زي ما قلت لكم البوينتس بقى اللي احنا بنجمعها من المشتريات دي كلها او من النقط دي عامه، بنستفيد بيها ايه؟ كاش باك. لو انا لسه عضو هدخل جديد هاخد كاش باك 750 جنيه هينزلوا لي على الفاتوره بتاعتي، اقدر اختار منها بيها اي برودكتس تانية من الشركه برضو. يعني مثلا ممكن يكون منتج اقل من 750 فاخده، واخد معاه كذا حاجه تانية لحد ما اخلص 750، او ان انا اخد منتج سعره اعلى من 750 وادفع الفرق. فده ميزه حلوه جدا وسهلت علينا ان احنا ناخد برودكتس كتير. لو بتشوفيني من التيك توك هتلاقي لينك تري تحت اسمي، هتدوسي عليه هيدخلك على كل البلاتفورمز بتاعتي. تقدري تعملي سبسكرايب من فوق وتحطي ايميلك وتعملي اجري على ال terms and conditions عشان انا كمان اقدر اتواصل معاكي. وتقدري تشوفي اول فيديو ده عليه تفاصيل الشغل والاستمارة اللي بعدها، وتقدري تكلميني على الواتساب على طول. وعندك الانستجرام بتاعي، الفيسبوك، اليوتيوب شانل، واخر حاجة دي صفحة الفريق بتاعتي. وزي ما قلت لك تقدري تخشي تكلميني دايركت على الواتساب، مجرد ما تدوسي هيدخلك على رقمي على طول. خلصنا اخيرا. انا فعلا بعمل مجهود كبير جدا عشان اشرح كل المنتجات دي، وخصوصا ان انا بفضل اجمعها من البيت كله عشان اوريكم اكبر قدر من البرودكتس يعني على الطبيعه. وبحاول كمان ان انا مركزش قوي ان انا اشرح بلغه واحده عشان الناس كلها تبقى فاهماني، وده ساعات بيخليني انا اتلخبط يعني. بس الحمد لله خلصنا الشرح، ويا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. واللي عايز شرح اضافي في اي حاجه يكتب لي في الكومنتس، يبعت لي مسج. اللي عايز يعمل عضويه يقول لي برده مسج او كومنت وانا هكلمه بنفسي. واللي عايز بقى الفيديوز اللي فيها تفاصيل اكتر، لان طبعا انا بشرح هنا كروكي عشان العروض كتير، فكل بقى حاجه ليها كورسات لوحدها. زي ما قلت لكم كورسات للحبوب، كورسات للعنايه اللي هي بالبشره اليوميه والاسبوعيه، وللشعر ده ليه كورس لوحده، الميك اب برضو، ايه تاني، كله البرفيومز برضو، يعني كل حاجه كده ليها كورساتها. فاسالوني لو عايزين اي حاجه وانا هرد عليكم واساعدكم ان انتوا تختاروا المنتجات المناسبه ليكم
عشان المشروع ده تقدروا تكسبوا منه بسهوله جدا لما تجربوا المنتجات اللي انتوا محتاجينها. مش مجرد ان انتوا تشتروا وخلاص، لا، لازم تجربي المنتجات اللي انت محتاجاها عشان يبقى عندك ريفيو، تتكلمي قبل وبعد تقولي انا جربت ده وجاب لي المفعول ده. وزي ما قلت لك انت مش هتسوقي المنتج ولا هتعملي فيديوز ولا الكلام ده، انا هقول لك هتكلمي مين، يعني ده بقى بتاعنا احنا، هنقول لك عليه في الكورسز بتاعتنا وفي التريننجز. فما تقلقيش خالص، بس اهم حاجه ان انت تكوني جد وملتزمه عشان احنا ما عندناش وقت نضيعه. انا بشتغل مع 100,000 عضو، 100,000 ده رقم كبير، انا فريق كبير جدا، بقالي 6 سنين في الشغلانه دي والحمد لله دخلي كسر 50,000. وخدت عربيه هديه من الشركه وسافرت معاهم بره مصر على حسابهم طبعا. فانت ممكن تعملي كل اللي انا عملته ده واكتر كمان، بس انت محتاجه تكوني ملتزمه بكل اللي انا هقولك عليه. مش محتاجه غير بس ان انت تكوني عندك شغف بجد وعايزه تتعلمي المنتجات دي وتستخدميها حتى لنفسك. يعني انا اصلا ما كانش ده مجالي ما كانش ليه علاقه بالكوزماتكس نهائي، بس اتعلمته عشان انا بحب البيزنس عامه، بحب الحاجات المربحه، والمجال ده مربح جدا. تمام، فكلميني وانا هعرفك بكل حاجه، وهنبدا مع بعض وهشتغل معاكي بنفسي. وانا هستناكم ان شاء الله، وهستنى رايكم في الكومنتس، واللي جرب اي منتج يقول لي ريفيو بتاعه في الكومنتس. باي باي.